شفنا حوادث كتير بتحصل في البيوت بسبب الحرايق، اخرها الحادث المؤلم اللي راحت ضحيته الفنانه الجميله نيفين مندور رحمه الله عليها. فتخيل بقى انك تبقى بره البيت او نايم وفجاه يحصل دخان او بدايه حريق جوه شقتك من غير ما تحس ولا اي حد من اسرتك ياخد باله. السؤال المهم بقى هنا يعني مين اللي هيلحقك في الموقف ده؟ والنهارده بقى الحمد لله الموضوع بقى اسهل وامن بكتير، لان بقى فيه انظمه كشف الدخان والحريق، انظمه ذكيه بتستخدم في البيت كله. جهاز صغير زي ده مهمته يكتشف الدخان بمجرد انتشاره في البيت او لو في تسريب غاز. مش بس كده، ده ممكن كمان يديلك انذار صوته عالي جدا في المكان يصحيك ويبعت اشعار وتنبيه فوري على الموبايل حتى لو انت بره البيت. وممكن كمان ياخد اكشن اوتوماتيك من نفسه ويقفل المحبس او يفتح الشبابيك او يشغل الشفاطات عشان التهويه. وطبعا السؤال المهم بقى دلوقتي، الكلام ده بيتركب ازاي وتفاصيله ايه يا معمرجي؟ تعالوا بقى نتكلم فيه اكتر. معانا النهارده ضيفي اللي منورني استاذ عبد الله ابو الخير، مدير تطوير شركه ال في. اهلا وسهلا بيك يا بهاء. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله بخير. احكي لنا بقى اكتر عن السنسورز وانظمه الامان جوه البيت. احنا عندنا اكتر من سيناريو او اكتر من نظام بيقدر يكتشف الحريق. اولا انت عندك زي ما ذكرت السنسور اللي معاك ده سنسور سموك. ده سنسور سموك يقدر يكشف الدخان. لو في دخان بسبب مثلا اكله مش عارف ايه، حاجه حريقه يعني لما توصل ان الموضوع نبقى فيه نار او كده بقى فيه حريقه او بقى فيه سموك، ده يقدر يديتكت. وزي ما انت تفضلت وقلت برضو يقدر ياخد اكشن معاك ان هو يفتح شباك، يعمل سرينه، يبعت لك نوتيفيكيشن على الموبايل ان في حريقه بتحصل. ممكن يطلب النجده كمان من على الموبايل ابلكيشن بتاعك دايركت اصلا كل الكلام ده.